السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوم سعيد بإذن الله، يلقاكم في الصحة والسلامة وباش ما تمنيتو إن شاء الله. كتشوفوا هنايا غنصيب معكم واحد الطبق ديال الكبسة، كيجي رائع رائع وكيجي لذيذ بزاف وبطريقة بسيطة وسهلة. هنا كتشوفوا معايا الدجاجة راكم شفتوها، غير صغيرة. وهنايا عندي الروز. كيبقى على حسب الافراد العائله ديالكم اللي عندكم، تقدروا ديروا دجاجه كبيره وتديروا كميه ديال الروز حتى هي كبيره. هنايا انايا درت تقريبا غير واحد نصف كيلو ديال الروز مع ديك الدجاجه اللي صغيره. هنايا كتشوفوا انا الروز عملته في واحد الكميه ديال الماء وخليته يترقد معايا لمده 4 سوايع. هذا باش غادي نخدمو به ان شاء الله. والدجاج ديالنا راه شديناه، نظفناه مزيان وغسلناه. هنا في الطنجره ديالي كنعمل زيت المائده. درت واحد 5 ديال الفصوص ديال الثوم، ودرت هنايا بصله مفرومه. هنا غنخليوهم يتشحروا مزيان. هنا ضفت القليل من الملحه، وكنخليو البصل مع الثوم يتشحر مزيان في هاد الزويته. هنايا ضفت جوج ديال الحبات ديال الطماطم، قطعتهم مكعبات. يمكن لكم تقدروا نتوما تطحنوهم، انا كيعجبني بحال هكا باش كيبقاو باينين ليا مع الرز. هنا غنخليهم يتشحروا مزيان، كنغطي عليهم حتى ديك البصله ديالنا مع الطماطم كتطلق داك المرق ديالها كي كتشوفوا. وهنا صافي راه تشحرات معايا. وهنا كنضيف الدجاج ديالي، انا قطعته غير على جوج. منظف مزيان ومغسول مزيان، غسلته بالملحه ورقدته بشويه ديال الخل والحامض، ومن بعد الثاني شللته عاد باش هنايا كتشوفوا انا ضفت معلقه ديال التوابل ديال الكبسه. وهنا ضفت فلفل اسود، وهنا الخرقوم العرق البلدي. هنايا عندي حبات ديال القرنفل مع ورق سيدنا موسى او ورق الغار. ضروري تعملوا حبات ديال القرنفل مع الورق سيدنا موسى او حب او ورق الغار باش كيعطي واحد اللذه مزيانه. هنايا انا عندي جوج حبات ديال الليمون الحامض، عصرتهم وضفتهم. لان ما موجودش معايا الليمون الحامض اللي كيكون مجفف. الا كان عندكم تقدروا تعملوه الاسود. هنا كنقلي الدجاج ديالي مزيان. نحاولوا نقليو الدجاج ديالنا مزيان. الدجاجه هذه ما بغاش تقلب. هنايا كنخليه يتشحر حتى ياخد داك من التوابل وهذا. كيف كتشوفوا هنايا البصل مع الطماطم راه يعني تشحرات مزيان. ضروري تخليوها تشحر مزيان البصله والطماطم باش كتطلق واحد اللذه ديال ديك البصله مع الثوم. هنا غادي نمرق عليه وغادي نخليه، لان عندي الدجاجه اللي تشوفوها صغيره غير غيغلى معايا. غادي نخليه واحد مده 10 دقائق صافي كنزول الدجاج، لان الدجاج كنت مرقداه في الحامض والخل وهادي يعني دغيا كيطيب كيكون طري.
هنايا غادي نغطي عليه، وهنا غادي ندوزو غادي نصيبو هنايا. هنا عندي جوج ديال الخيزوات او الجزر، كتشوفوا عملتهم يعني مبشورين. وهنايا القليل من الزبيب، واحد المعلقه ديال الزبده، وهنا القليل من العصير الليمون الحامض، شويه سكر غير القليل منه ماشي بزاف، وهنايا شويه ملحه. هنايا الدجاج ديالي صافي، انا هنايا حيدت زولته، غندخلو للفران. غندخلو الفران يكون سخون، وغنهبط عليه النار. غادي بعدا كنا نعمل عليه شويه كيتشابه، راه غادي تشوفوا. هنايا الروز ديالي بعد ما خليته 4 سوايع كيف كتشوفوا اللون ديالو كيكون بني. هنا راه اللون ديالو تبدل عاد ابيض. كنغسلوه مزيان بعد ما كيترقد معنا، كنغسلوه مزيان، ما كياخذش لينا الوقت، وحتى كيجي حتى في الطهي كيجي زوين. لان راكم عارفين الروز البسمتي كيكون غالي يعني. بغينا نديرو يعني واحد الكبسه تكون غير مكونات يعني بسيطه، وكتجي لذيذه بزاف. صدقوني راه كيجي لذيذ بزاف. المهم الروز ديالكم رقدوه واحد مده 4 سوايع في الماء بارد، وكتخليو من بعد كتغسلوه مزيان صافي وكطيبوه. هنا راه مرقت عليه، وهنايا كتشوفوا هذاك الجزر مع الزبيب، كنخليهم يتشحروا مزيان، وغادي يطلق داك الماء ديالو الجزر او خيزو، هو باش غادي يطيب فيه هذاك الزبيب. وهذا يعني ما غنضيفوا عليه حتى شي حاجه. هنايا انا عندي الكيتشاب، درت واحد الكميه ديال الكيتشاب مع معلقه زبده مع شويه لاموطاغ. هنا غادي ندهن به الدجاج ديالي، وغادي ندخلو الفرن باش يتحمر معايا. تحمر معايا لان خليته غير واحد قسمين يعني. الدجاج راه صغير دغيا كيطيب، ولكن هنا انا غادي نزيد ليه الطهي في الفرن. واحد يكون الفرن سخون، وغادي نخليه واحد مده 5 دقائق بما تحمر مزيان وطلق معايا مزيان. هنا تشوفوا الروز صافي هو وجد معنا كي كتشوفوا، كيجي حبه حبه، كيجي رائع. وراه واحد الريحه طالعه منه لذيذه بزاف. حاولوا تعملوا هذه الطريقه هذه بسيطه. هنايا دابا انا غادي بعد ما تشحر داك الجزر والزبيب، انا كنضيفو فوق الروز. غنضيفو فوق الروز وغنخليه واحد شويه بما غادي كيطلق داك لوغو ديالو، داك الجزر مع داك الزبيب كيطلق داك لوغو ديالو في داك الروز، كيجي لذيذ بزاف، كيعطي واحد اللذه. غير يعني حاولوا تجربوا هاد الطريقه، راه كتجي رائعه. وكي كتشوفوا لنا الروز راه حبه حبه رائع. هنا صافي انايا وجد معايا الطبق ديالي ان شاء الله. الدجاج راه كيتحمر كي قلت لكم معايا. هنا غنغطي عليه غير واحد شويه حتى كيتصاد مزيان. هنا راه صافي انا طفيت عليه، وهنا كتشوفوا كي كيجي راه كيجي رائع. هنا صافي غادي نحطوه في الطبق وغادي نقدموا لكم. غتشوفوا كي كيجي راه كيجي رائع رائع بزاف، وما كيتعجنش معنا الروز. لا كتشوفوا راه حبه حبه. هنايا انايا قدمته هنايا في الطبق، وعملت كيف كتشوفوا الروز، ودرت عليه الدجاج من الفوق اللي حمرته. كيجي رائع وكيجي لذيذ. لا كتشوفوا انا الكاميرا قربتها للروز، كيجي حبه حبه وكيجي رائع بزاف، وكيجي لذيذ لذيذ بزاف. حاولوا تجربوا هذه الطريقه، طريقه بسيطه ولكن كتجي لذيذه لذيذ، كيجي لذيذ بزاف. وكنقول لكم بالصحه والراحه، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وباي باي عليكم.